رب العالمين أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. صل على سيدنا محمد ما هو أهله. افعل بنا يا ربنا ما أنت أهله. لا يشاكل بعبيدك إلا العصيان، ولا يليق بربنا الغفار إلا الغفران. فاغفر يا ربنا ذنوبنا، واشرح اللهم صدورنا، واختم بالصالحات آجالنا، وسع لنا أرزاقنا، وطيب لنا كسبنا، وقرب الحلال لنا وأبعد الحرام عنا، وضيق الخناق على من حاصرنا وقيضنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده، وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. وأشهد أن سيدنا ومعلمنا وقائدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين. وارض اللهم عن صحابته الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله العظيم، وأحثكم ونفسي على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، فيا أحباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن أعظم خدمة لهذه الأمة في عصرها الراهن وفي واقعها الأليم هو إيجاد الوعي الكامل السليم بين أبناء هذه الأمة الذين يتعرضون لأفكار منحرفة وتيارات هدامة ليصبحوا فريسة سهلة ومضغة هشة في حلوق الذين يريدون هدم أركان هذه الأمة وزعزعة عقائدها. أعظم خدمة لهذه الأمة وأهم الخطوات أن يتفهم الشباب المسلم جوانب هذا الدين الذي يدينون به، هذا الدين الذي يريد نقلهم من طور العبث والطفولة إلى ساحة العقل والرجولة، مستندين إلى قاعدتهم الصلبة وأساسهم المتين، ألا وهو قائد الحكمة والعقل سيدنا محمد الذي اتصف برجاحة العقل وبكمال العقل وسداد الرأي. لو مس عقل هذا الرسول شيء من الضعف أو كان ضعيفا في فطرته وإنسانيته لما كان أهلا لحمل رسالة السماء.
فهو بشر يجوع فيأكل وينعس فينام. محمد بشر، محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. تعالوا بنا أيها الإخوة لندخل حرم ساحة عقل النبي، حيث نجد في كل حادثة من حوادث النبي ما يدل على سعة عقله. حتى في طور الطفولة وهو غلام صغير منذ الأمة الصالح كان يجالس الزعماء والعظماء. كان الأطفال من عمره يدعونه إلى اللعب واللهو فيجيبهم رسول الله، يجيبهم الغلام محمد، يشير إليهم بأصبعه الصغيرة ويقول لهم بامتناع عجيب: أنا لم أخلق لهذا. طفل يكون مستواه هذا الكلام. قال الله تعالى مشيرا إلى عقل النبي: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. قال سيدنا عبد الله بن عباس: أفضل الناس أعقل الناس، وذلكم هو نبيكم محمد. وأكبر دليل على سعة عقل النبي، أنا أيها الإخوة اليوم تقصدت وتعمدت وأنا أدخل وأنا داخلا في سلسلة الرجولة أن أصف لشباب البلد أن فهم الإسلام الصحيح وإيجاد الوعي واستعمال الفطرة واستعمال الفطنة والعقل هو من مضمار ديننا، وهو إشارة واضحة على الرجولة. الرجل يعمل عقله، الرجل من يكون فطنا. واستندت إلى ذلك إلى قاعدة الإسلام سيدنا محمد القائد الأمثل. أكبر دليل على سعة عقل الإسلام وعلى سعة عقل الرجل المسلم سيدنا محمد هو مواجهته للعالم الجاهل، مواجهته لتلك العقلية المتحجرة المنحرفة. وإلا بالله عليكم قولوا: ما الذي جعل جبار الجاهلية عمر بن الخطاب ألطف نفسا من النسيم العليم؟ عمر هذا جاء ليقطف رأس رسول الله بسيفه الحاد، عاد عمر ليقطف بنفس السيف رؤوس أعداء النبي. من الذي حوله؟ من الذي قرح؟ أليست هي الحكمة العليا التي تشع من عقل رسول الله؟ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بالمهتدين. كان في دعوته للناس صلوات ربي وسلامه عليه لم يكن منغلقا، لم يكن متزمتا، إنما كان قائد الدعاة في حكمته وفي دعوته. وتعالوا معي لأصب في أذهانكم وأضع بين أيديكم مثالا بسيطا يدل على مدى الحكمة النبوية المحمدية. رجل من العرب قدم إلى رسول الله يريد الإسلام، لكنه يشترط شرطا على رسول الله، شرطا قد
لكن رسول الله استقبل هذا الشخص برحابة صدره وعالجه معالجة حكيمة سليمة. قال الرجل: يا محمد، أريد الإسلام ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ بشرط أن تأذن لي بالزنا. أدخل الإسلام ولكن أن تأذن لي بالفاحشة. تذمر الصحابة حول رسول الله واحمرت وجوههم وانتفخت أوداجهم. هذا حد من حدود الله. لكن رسول الله لم ينتهر الأعرابي ولم يزجره، إنما قال له: يا أخ العرب، أتريد الفاحشة؟ قال: نعم، وأسلم على هذا الشرط. قال النبي: إني أسألك، أترضى الفاحشة لأمك؟ قال: لا يا محمد. قال: أترضى الفاحشة لابنتك؟ قال: لا يا محمد. أترضى الفاحشة لأختك؟ لا يا محمد. أترضى الفاحشة لزوجتك؟ لا يا محمد. هذه رسالة إلى شباب البلد، إلى شباب سكايب والفيس والواتس الذين يجرون علاقات نسائية في هذه البلدة وفي غيرها من بلدان المسلمين. أترضى العلاقة لأمك عبر الفيس والواتس؟ لا. أترضى العلاقة لزوجتك؟ قال: يا محمد، إنها زوجتي والذي بعثك بالحق لو رأيت رجلا مع زوجتي لدققت عنقه بسيفي. فقال النبي: يا أخ العرب، وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لزوجاتهم ولا لقريباتهم. فكما لا ترضاه لنفسك، كيف ترضاه لغيرك من الناس؟ فقال الأعرابي: إني أتوب إلى الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أراد النبي أن يبصر الرجل بأن يعامل الناس كما يحب أن يعاملوه. والديان لا يموت، الديان لا يموت، كما تدين تدان. من يزني يزنى به ولو بجداره. إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هداك لحرمة مسلم. إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فافهمي. إذا أردت ألا ينظر الناس في محارمك فلا تتلصص أنت في محارم غيرك. وأنت تزعم أنك شريف، لا تتلصص على محارم غيرك. وأنت تزعم أنك شريف، كن غيورا على محارمك وعلى محارم غيرك. ديننا دين العقل السليم الذي يقود صاحبه إلى الفطرة السليمة وإلى مجامع الخير. ولذلك لما سئل أعرابي: آمن بالله ورسوله، لما آمنت بمحمد؟ قال: آمنت به لأنه لم يأمر بأمر وقال العقل ليته ما أمر، ولم ينهى عن أمر وقال العقل ليته ما نهى. ديننا دين العقل والمنطق، دين الرجولة، دين الفضالة، دين الحكمة والفطرة. اللهم ثبت لنا عقولنا، اللهم ثبت لنا عقولنا وردنا إلى فطرتنا وإلى ديننا، واحفظ لنا كرامتنا ورجولتنا بين العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بنظر ووعد أذن بخبر. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويراه، وتزودوا من دنياكم إلى آخرتكم على من يرضاه، واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدافي بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن آل بيت نبينا الطيبين الطاهرين وعن أصحابهم الغر الميامين، وارض اللهم عن الأئمة الأربعة المجتهدين وعن العلماء العاملين الصادقين المخلصين بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، ثبت لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عقاب السيئات قد يؤجل إلى يوم القيامة، ولا بد للمظلوم أن يعاد له حقه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى من تأجيل العقوبات أمورا عدة، لا بد لي أن أذكر اثنين منها في هذا المقام. استثنى النبي تأجيل العقوبة إلى الآخرة، وأنها في الدنيا سيعاقب عنها المسيء. العقوبة الأولى هي عقوبة حقوق الوالدين. العبد سيعاقب: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، عقوا آباءكم يعقكم أبناؤكم. قانون إلهي لن يؤجل إلى يوم القيامة. حق الوالدين سيعاقب في دنياه قبل آخرته. الأمر الثاني: من يزني يزنى به ولو بجداره. من يتكلم مع النساء الأجنبيات سيتكلمون مع نسائه إن عاجلا أم آجلا. من يجري علاقات غير شرعية مع النساء الأجنبيات سيجرى مع أسرته علاقات غير شرعية. قانون رباني التزم به في هذه الدنيا. ولذلك أيها الإخوة، حذاري ثم حذاري على أبناء البلدة وعلى أبناء الإسلام في كل مكان أن ننتهك محارم عباد الله، فنحن لا نرضى أن تنتهك أعراضنا. فلا تنتهك حرمة أخيك المسلم ولو كان الطرف الأجنبي الآخر موافق على ممارسات غير شرعية معه، فالله عز وجل لن يحاسبه لوحده ويتركك أنت. سيحاسب الاثنان. وكثيرا ما التقيت مع شباب من هذه البلدة من يدعي أن المرأة هي التي توافق على أن يأتي معها بأفعال شنيعة أو على أن يراسلها بحجة أن تلك حرية مطلقة ولها أن تمارس ما أرادت. لا أيها الإخوة، والذي بعث محمدا بالحق نبيا، إن الله عز وجل قد أعطى لكل واحد منا عقلا، وستحاسب على هذا العقل وحرية الاختيار التي منحت لك. ولذلك إن كنت لا تخاف من الله، وإن كانت خشية الله ليست أمام عينك عند ممارساتك غير الشرعية، لكن تذكر قانون التنافي الطردي في الرياضيات، أن الكرة ستعود إلى ملعبك، وكما تدين ستدان في النهاية. اللهم احفظ لنا أعراضنا، اللهم احفظ لنا كرامتنا، اللهم احفظ لنا شرفنا، اللهم لا تهنا بين العالمين، اللهم ارزق شباب المسلمين الطهر والعفاف،
يستفيق المسلمون من غفلتهم، أن يتهيأ الإسلام والمسلمون من رقاتهم. يا ربنا طالت الغفلة، يا ربنا طالت الغفلة، يا ربنا طالت الغفلة. يا رب حرك الإيمان في قلوب المسلمين، أيقظ الإيمان النائم في قلوب المسلمين. يا ربنا حاجاتنا كثيرة، وأنت عالم بها وخبير، وأنت غني عن التفسير. قد أهلك هذه البلدة، قد أهلك هذه البلاد، قد أهلك بلاد الإسلام والمسلمين كثرة النفاق، كثرة المجاملات، كثرة المداهنات. يا ربنا إن فينا ومن بيننا من يحمل ظلا واستغلالا لعبادك المسلمين. فيا رب كما قسمت للأغنياء أرزاقهم، وسع الأرزاق على عبادك في كل مكان. يا ربنا إن معيشتنا اليوم ضنكا، يا ربنا إن معيشتنا اليوم خطا، يا ربنا إن عبادك بين يديك حيارى، يا ربنا إن عبادك بين يديك حيارى. قد تلاعبت فيهم الأمم وقد تحكمت في مصائرهم. فيا رب كما الآن في قلوبنا ونيتنا البحث عن لقمة عيشنا، اجعل همنا نصرة الإسلام، اجعل همنا إيقاظ الإيمان، اجعل همنا إيقاظ الإيمان النائم. يا رب العالمين، يا ربنا وعدتنا أن ترزقنا، فارزقنا اللهم مالا حلالا